انا مش هتوهك في طبق الفشار. انا بسلمك الفشاره جاهزه سخنه تاكلها. انا بجيب لك من الاخر. الباقي ده حشو. مش وزير الداخليه، ده حيالله وزير الصناعه والنقل. افتكروا دي عشان لما نيجي ويتكلموا في تقسيم ليبيا تفتكروا ان مصر بهذا العمل وبهذا الكلام اول من دق مسمار تقسيم ليبيا. فانت ما ترجعش تعيط لي بقى كمواطن وتقول لي مش لاقيين ناكل. ملياراتك هي بتترمي في الرمله عشان تحقق ايه؟ وهم. الوزير كامل الوزير بيقول حاجة عجيبة جدا يا جماعة، والله العظيم، يعني من عجائب الزمن. يعني ده هو اكتشف بعد ما عمل المشروع ان الموضوع ما بيتكسبش. يعني هو بيقول للاستاذ احمد موسى احنا بعد ما عملنا البتاعة وقعدنا نحسب لقينا ان احنا مش هينفع، مش هنكسب من التذاكر. ثم بيقول جملة بقى اكثر خطورة وعكس كل ما يقوله نظام عبد الفتاح السيسي من اوله لاخره. بيقول لك لما سالنا اكتشفنا ان دول العالم بتدعم المواصلات والنقل العام، لكن احنا مش هندعم النقل العام. هندعم فئات من المجتمع. طب وتحدث طبعا النقل الحضري وقطارات الضواحي، بس هو ما سالش. لا انا اسف، مش هيلاقي حد يساله، ولو سال هيسال الناس الغلط. ايه اللي بيخلي الانظمه الراسماليه اللي ما تعرفش ابوها في الفلوس تدعم النقل وتدعم قطارات الضواحي وتدعم النقل الحضري؟ ليه بيعملوا كده؟ ايه المنطق؟ طبعا ده سؤال لن ياتي على عقل وزير فريق في الجيش خرج معاش. مش شغلانته، مش اعتراضا على الجيش ولا المعاشات، فوق دماغي من فوق، بس مش شغلانته. ايه المنطق يا معالي الوزير؟ انا المفروض اعملها مسابقه وتجاوبوا المره الجايه. ايه المنطق اللي خلى العالم في النقل الحضري وقطارات الضواحي يخليها باسعار مخفضه ويدعمها؟ ليه؟ عشان من غيرها مفيش مجتمع، مفيش اقتصاد. الموظف اكيد مش هيبقى زي الرأسمالي، والرأسمالي محتاج الموظف يروح الشركة او المصنع. فلو الحكومة حطت تذاكر الرأسمالي زيها زي تذاكر الموظف يبقى خربت ملطة، يبقى الاقتصادات العالمية هتتوقف. زي كده ما الاقتصاد العالمي وقف في الكورونا. ليه؟ لأنه الناس ما بتتحركش. انت عايز تشتغل، لو انت بتشتغل شغل لازم تبقى في مكان العمل، يقولك اشتغل من البيت. ينفع انت راجل صحفي تشتغل من البيت، راجل مهندس تشتغل من البيت، لكن الراجل البنا هيشتغل من البيت ازاي؟ ودي القطاعات اللي دائما عددها اكبر وانت محتاجها في العمل وفي تنمية الاقتصاد وفي تقويته. فالدول الرأسمالية لما بتدعم النقل والتذاكر الخاصة بالنقل والنقل ما الحضري وهو لفظ صحيح، وقطارات المحافظات أو الأقاليم أو الضواحي وهو أيضا صحيح، بتدعمه عشان تمشي البلد، الاقتصاد يشتغل. في النهاية هيجي الراجل الرأسمالي الدولة تختصم منه ضرائب وتاخد جزء من الضرائب ده تحطه في النقل، فيبقى أنت عملت الدائرة مغلقة ونجحت الرأسمالي ورضيت المواطن الغلبان. لكن انت بقى لا انت بتساعد الاقتصاد ولا بتساعد الراجل الرأسمالي، ولا عايز العامل والفلاح ياخدوا تذاكر مخفضة او ابونهات او دعم، وعايز البلد تشتغل ازاي؟ يا سيدي مشروع العاصمة الإدارية ده بتاعنا؟ لا، بتاعكم. حلو، من مصلحتنا احنا ان انتوا تطلعوا فاشلين،
ومن مصلحتكم انتوا تطلعونا غلطانين. منطقيه؟ منطقيه. طيب انت ما عرفتش تعملها، جبت الصينيين فتحوا لك حنفيه فلوس اسوأ من الخليج، وهندفع ثمن ده غالي في مصر، واشتغلوا في العاصمه الاداريه. هتجيب المواطنين ازاي يشتغلوا في العاصمه الاداريه ويركبوا المونوريل؟ هو المصريين عندهم يعني حاجه دينيه ضد المونوريل؟ لا، مثلا بيخافوا من الارتفاعات، ده ولا يهمهم. لكن المشكله الاساسيه في سعر التذكره. عايز تنمي عايز تنمي العاصمه الاداريه الجديده، خلي سعر التذكره زيها زي سعر المترو. لكن انت بتتعامل بمنطق ايه؟ انه ده بتاع ده فاخر، والمواطن الغلبان ده الاسمراني اللي طالع عينه طول اليوم شقيان وبيعرق ده يركب البتاع الفاخر احنا عاملينه للبشوات. ده خيالك، ودي طريقتك في تقييم الامور، ودي طريقتك في اداره البلد. عارف المواطن الغلبان ده هيعمل فيك ايه في الاخر؟ هيركبك انت المونوريل، بس للاسف مش من جوه العربيه، من بره، والارتفاع مخيف، والحكايه هتبقى مضحكه ومبكيه في نفس الوقت. احنا القطار الكهربائي السريع بتاعنا وصل مطروح، ولكن القطار الديزل واصل السلوم. طب احنا قلنا لهم ما نكمل لكم بالديزل لما لحد سرت، هم عايزين نروحوا لحد سرت. نعم. قالوا لا، عايزين القطار الكهربائي السريع. يا باشا، نحن نريد أن نرسل المزيد من الشباب المصري اللي هيعدي الحدود عبر البحر من ليبيا إلى إيطاليا. فاحنا بنسهل هذا الموضوع. طبعا عجبني قوي انه قالك لغايه سرت، عشان بقى ايه؟ احنا نظام بقى متماسك بقى وعنده فكره بقى مركزيه، عشان سرت والجفر خط احمر. فاحنا هنمشي خط قطارات لسرت، مع ان المنطقي والسياسي واللائق والدبلوماسي والعربي والعروبي والاخوي انك تقول انا همشي من اسكندريه لطرابلس العاصمه. لكن لا، اللي في الغرب دول احنا ما بنحبهمش، هم ما بيحبوهمش يعني. اللي في الشرق معانا ومع الامارات، فاحنا نعمل ايه؟ نعمل خط قطر علشان ساعه لما يتزنقوا الرجاله تركب القطر ونروح نسندهم عسكريا. ادي القصه. انا بجيب لك، انا ما مش هتواك في طبق الفشار، انا بسلمك الفشاره جاهزه سخنه تاكلها. انا بجيب لك من الاخر، الباقي ده حشو. هو حسبها 800 كيلو لسرت، مع المرتين ثلاثه لما طلعنا عملنا العمليه بتاعت الانقاذ لما السد وقع، قعدوا بتاع 48 ساعه قبل ما وصلوا على اقصى سرعه يعني. ده وبالمناسبه ده وصلوا في نفس التوقيت اللي وصلت فيه المراكب اللي شايله الطيارات. طب يعملوا ايه بقى في الحكايه دي؟ ما هو انت بقى هتقنع ازاي السيد صدام حفتر او السيد حفتر او اي من ابناء حفتر اللي هم هيكملوا الحكم يعني في شرق ليبيا ان احنا معاكوا؟ عايز خط طيران، عايز خط قطارات احط عليه المدرعه والرجاله 6 ساعات يبقى هناك. دي القصه، ده الموضوع. مع انه الطبيعي دور مصر بقى، مش انت عايز دور مصر تقول انا هفتح لغايه اوصل للعاصمه في طرابلس؟ لا، انت مش عايز العاصمه، انت عايز الحته بتاعتك. افتكروا دي عشان لما نيجي ويتكلموا في تقسيم ليبيا تفتكروا ان مصر بهذا العمل وبهذا الكلام اول من دق مسمار تقسيم ليبيا. مصر الحاليه بجيشها برئيسها بالنظام ده بالدوله المصريه. افتكر هذا المشهد، اوعى يعدي على دماغك ده هيعملوا خط ليبيا عشان نروح نتفسح احنا نتمشى وننزل محطات بقى. انزل انا محطات في الطريق وعشان نفسي ناكل مبكبكه ليبيه.
نروح نطلع عشان ناخد، لا 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 لا، ده بيعمل خط قطر عشان هوب يروح يسنده على طول. ليه؟ عشان هو شايف اللي بيحصل في طرابلس وعارف انه هيبقى ليه رد فعل في بني غازي. بيظبط من دلوقتي. طبعا هياخد سنين وممكن ما يتعملش، لان الاخوه الليبيين برضو خدوا بالكم، حتى المؤيدين والمقتربين والبتاع عندهم افكار برضو تخص استقلاليتهم. مين اللي قال لكم ان حفتر عايز يبقى تحت أمرة وحكم عبد الفتاح السيسي؟ لم يحدث ولن يحدث. مش عشان حاجه، عشان حفتر عايز يبقى هو رئيس ليبيا كلها اصلا، مش تحت أمرة حد. الفشاره، الكريزه، الزتونه قدامك اهي عزيزتي المواطنه، عزيزي المواطن، عشان تبقوا فاهمين معايا الوضع. الكلام ده بقى يتصرف ايه؟ مليارات. فانت ما ترجعش تعيط لي بقى كمواطن وتقول لي مش لاقيين ناكل. ملياراتك هي بتترمي في الرمله عشان تحقق ايه؟ وهم السيطره الاقليميه. نقطه وكفايه كده. انت اول واحد يركب المونوريل. استاذ احمد، دفعت تذكره ولا ما كانت مجانيه؟ رحله مجانيه تجريبيه. طبعا انا مش محتاج اقول لحضرتك انه ربنا يوفق الجميع. وما دام استاذ احمد، ما دام افتتحنا المونوريل بالاستاذ احمد موسى، فدي بشرة خير، بشرة خير 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 خير. شفت كده؟ اللهم اجعله خير 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 كده كده، حاجه تفرح. لا لا، ده في حد ذاته خبر، ده في حد ذاته خبر. دي بشرة خير 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 كتير كتير كتير. المونوريل داخل محطته، خارج من محطته يلاقي فيه مين؟ احمد موسى. يا سلام يا استاذ احمد، مصطحبا الكاميرا ومصطحبا وزير لا يقدم له اي شكل من اشكال النقد داخل مصر. على فكره ما هواش وزير، يعني مش وزير في جهه سياديه، يعني مش رئيس المخابرات، مش وزير الدفاع، مش وزير الخارجيه، مش وزير الداخليه، ده حيالله وزير الصناعه والنقل. فيش صحفيه في بر مصر من ال 12-15 ألف صحفي المقيدين وغير المقيدين في نقابة الصحفيين بيجرؤ يفتح غطا قلم ويكتب أي شيء انتقادا لكامل الوزير. إلا طبعا هنا ده موضوع تاني. ليه؟ لأنه الرؤية الرسمية أن كامل الوزير يحقق رغبات وأحلام الرئيس. فاللي انت شايفه ده أمامك هو تحقيق لرغبات وأحلام الرئيس عبد الفتاح السيسي.